تعليقات الناس وهي بتسلم عليك، يعني بالنسبه للناس اللي اول ما تشوفك لازم تقول لك حاجه في وشك كده، تديك في وشك كده خبر انت ما تعرفوش عن نفسك. تخنتي قوي، خسيتي قوي، شكلك اتغير، شعرك قصر، شعرك خف، شعرك طول، انت ازاي عملتي كده؟ وفي اللي بيتبرع بقى، اللي هو انا عندي دكتور رجيم شاطر جدا، انا اعرف جيم الترينر اللي فيه هيخسسك بسرعه جدا. انا اشتكيت لك، انا اشتكيت لك. في الليفل الاعلى بقى، انا اعرف دكتوره غده، واضح ان الغده عندك فيها مشاكل، تخنتي قوي. قسما بالله العظيم هي نفس البني ادمه، لو شفتيها وانت خاسه هتقولك خسي ايه ده، انت عيانه، انت خسيتي كده ليه، في ايه، وشك وقع. انت عارفه ان في سنك ده الخسسان مش كويس بالنسبه لك لان شكلك هيعجز. ايوه يا بنتي، كل ما دلوقتي تتخني تحافظي على الكولاجين بتاع بشرتك ومش هيبقى عندك رينكل، فانت لازم تتخني شويه، ما يصحش، ما ينفعش تفضلي رفيعه كده. انا كان عندي واحده كل ما تشوفني قسما بالله العظيم تلاتة شعرك بيقع، حرام، شعرك بيقع، شعرك بيقع، ازاي سايبه كده شعرك بيقع، وهي اصلا ده شكل شعرها في الفرشه. مش قادره احكي لكم انتوا بتسيبونا بتاثير، بإفكت عامل ازاي، يعني بتسيبونا بتاثروا فينا ازاي، خصوصا لو الكلام ده بيتقال لشاب او طفل او مراهق، وخصوصا لو الكلام ده بيتقال لحد مثلا مش واثق في نفسه قوي، لان انت مش ضامن يعني ان الناس كلها واثقه في نفسها، وجوه نفسك تقول ما هو لو واثق في نفسه ما كانش. انت مش عارف، طب عادي ممكن يكون شخص مش واثق في نفسه، انت ايش عرفك انت بترمي الجملتين دول لمين؟ ويا نهار اسود بقى لو الكلام ده اتقال من حد قريب منك قوي، يعني كل ما قرب الشخص ده كل ما كان حد مثلا من قرايب الدرجه الاولى او كل ما بقت مصيبه اكبر وعلاجها يكاد يكون مستحيل. حابه بس اقول للناس اللي بتعمل كده انتوا ناس ما عندهاش دم، تمام؟ والله العظيم بجد ناس ما عندهاش دم. ولا اي كومنت ولا حتى ايجابي. انا لو قلت لواحده انت حلويتي ماشي ممكن تتبسط، وممكن ده يكون معناه ان هي ما كانتش حلوه، او مثلا لو قلت لها انت كده خسيتي، انت كده احسن، انت كده مش عارفه كذا، ما هو ده معناه برضو ان هي لما كانت اتخن ما كانتش حلوه. ففكره انت كده خسيتي، انت كده احسن، حتى معرضاها لضغط نفسي دايما ان هي عايزه تفضل دايما كده، عايزه تفضل دايما محافظه بالشكل ده. مختصر الموضوع يعني بالنسبه للطرفين، الطرف اللي هو بيعمل كده وبيعلق على ناس بالشكل ده، انت لازم تعرف ان انت شخص شرير. اوعى تفتكر ان انت شرير، اوعى تفتكر ان انت مثلا بتعمل ده بدافع ان انت اصلا عايزهم ياخدوا بالهم من نفسهم، اصلا انا بكومنت عشان لازم يبقى فاهم اصل كده. لا لا معلش انا اسفه، انت اصلا يعني مش همك الشخص ده بالشكل ده طبعا، الا من رحم ربي. يعني ممكن يكون في شخص عزيز عليا جدا وقريب مني جدا، فساعتها لو انا عندي حاجه ممكن يطمن عليا يقول. وبرده مختصر الموضوع للناحيه التانية، الشخص المتلقي ايفن بقى لو انت شخص مثلا، حتى لو انت شخص مش واثق في نفسك وبتتربى من الحاجات دي وبتتهز منها، اقطع مع الناس دي. اي حد يقول لك مالك، شكلك غريب النهارده، تخنت، خسيت، لا انت احلى وانت خاسس، لا انت احلى وانت تخنان، الناس دي اقطعوا معاهم يا جماعه والله العظيم.